يا صباح الهنا، صباح السعادة، صباح النشاط. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو تحفة، وهو تفريزات البانيه وكمان التشيكن ستريبس. ولادنا ما يقدروش أبدا يستغنوا عن الحاجات دي. بدل ما تشتريها بقى بمبلغ وقدره من بره، فرزيها وتبقى جاهزة عندك كده على طول على التحمير مع شوية مكرونة. تبقى جهزتي أحلى شوية غدا أو شوية رز ريزو، تبقى خطيرة جدا. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبسرعة معايا على الفيديو حط لايك. ومعايا هنا بقى صوابع الدجاج اهي، بتبقى بالشكل ده كده. طبعا غسلاها ونقعاها في محلول النقع بتاعنا، عبارة عن خل وليمون وملح وسكر بعد ما بنغسلهم طبعا كم مرة، وسنة من الجنزبيل. وعندي طبعا البانيه، كيلو من البانيه. تعالوا بقى نعمل تتبيلة التشيكن. معايا كوباية الا ربع كده من الدقيق، لازم تنخليها. عليها نص كوباية من النشا، برضو لازم تنخليها عشان ما يكونش فيها اي حاجة مش مستحبة. تعالوا نتبل بقى معانا التتبيلة الخطيرة دي: فلفل اسود، كزبرة، كمون، السبع بهارات او بهارات فراخ، وكمان طبعا كركم وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر وسنة من الجنزبيل. ايوه كده، من كل حاجة ربع معلقة او سنة كده في اول المعلقة. ومعايا روزماري، وكمان مكعب ماجي. عايزة اقول لكم مكعب الماجي ده بقى سر المحلات. تعالوا بقى نضيف كمان معلقة الا ربع صغيرة من الملح. ومعايا كمان كوباية من اللبن الرايب او الزبادي، او تقدري برضه تستبدليها بحليب. ومعايا بيضة، ولما تيجي تكسري البيضة اكسريها في بولة بعيد عن الخليط كله، عشان لا قدر الله تكون البيضة عندك فاسدة ولا حاجة تبوظ كل اللي انت عملتيه. فاكسريها كده بعيد عن الخليط. وهنا جبت نص كوباية من الحليب، وهبتدي انزل بالتدريج واقلب بالمضرب كويس جدا جدا. عايزة قوام كده كريمي جدا، والخليط كله يبقى معايا حلو قوي. شوية شوية كده لغاية ما تنزليش بنص الكوباية كلها. تقدري طبعا تضاعفي بقى كمية صوابع الفراخ او صوابع الدجاج زي ما انت عايزة. تقلليها تكتريها، طبعا انا عاملة من كل حاجة كيلو، وانت بقى ضعف الكمية زي ما انت حابة، فرزي على قد ما تقدري. وهنا جبت عصير ليمونتين وخمس كده فصوص من الثوم، فرمتهم وتبتدي تضيفيهم. بصوا الجمال، عايزه اقول لكم تحفه. دول بقى سنه كده من الشطه لو انت بتحبي الحاجه سبايسي. مش بتحبي الحاجه سبايسي تقدري تستغني عنهم. واي بهارات من اللي انا قلتها مش متواجده عندك، مفيش مشكله خالص. هنا نزلت كمان بمعلقتين من الخل، يعني الموجود عندك البهارات اللي موجوده هتكفي وهتوفي وهتبقى زي العسل من ايدك ان شاء الله. ما توقفيش على حاجه. عندي التتبيله هنا كانت جاهزه وتحفه. هنجيب بقى صينيه وننزل كده بالتتبيلة وقطع الفراخ كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هلبس بقى جوانتي هنا وابتدي اتبل الفراخ كويس جدا بايديا، عشان اضمن ان كل صوابع الفراخ اتبلت معايا وبقت زي الفل. وهغلف كمان التتبيلة وادخلها بقى التلاجة. عايزة تسيبيها بقى 5 6 ساعات تمام. ما عندكيش وقت، على الاقل لازم ساعتين عشان تلحق تبقى طعمها حلو قوي. او قبلها بليلة، انا سبتهم كده ليلة على التلاجة. وتعالوا نشوف بقى تتبيلة البانيه، خطيرة وحلوة وسهلة. 4 حبات من الطماطم، كمان بصلتين وسط، وكم فص من التوم، وكم قرن فلفل سبايسي. كله في شفشق الخلاط كده. هنقطع بقى كده البصل وكمان الفلفل. طبعا ده الفلفل ده سبايسي، لو انت بتحبي الحاجة زي ما قلنا سبايسي تقدري تحطي. ما بتحبيش الحاجة سبايسي تقدري تبدليها بفلفل رومي عادي خالص. ضربتهم كويس جدا. ضفت عليهم ربع كوباية من المية وضربتهم، وبعد كده تبتدي تصفيهم. طيب اللي في المصفى ده هتدرميه يا دودو؟ لا، زي ما قلنا ان الحاجة غالية، وكمان ما ينفعش نرمي حاجة. هشيلهم عندي كده في كيس
وهدخلهم الفريزر. نزلت هنا بكوباية من اللبن الرايب، وزي ما قلت تقدري تستبدليها بحليب أو كمان زبادي. وهنا هنزل كده بعصير ليمونتين برضو، ومعلقتين من الخل، ملح بقى، جنزبيل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، كمون، كل البهارات اللي عندك. ما تشترطيش باللي انا بقول عليه. هنا بقى طبعا حطيت كركم، وده بقى صويا صوص، عايزه اقولك بيودي طعم البانيه في حته تانية خالص. لو موجود عندك تمام ضيفيه، مش موجود خلاص عادي، ممكن ما نضيفوش، مفيش مشكله. هبتدي زي ما انتوا شايفين بنزل بقطعه قطعه من البانيه عشان خاطر اطمن ان القطع البانيه كلها متشربه، عشان ما بيبقاش فيه قطعه لازقه في قطعه ولا حاجه، وتيجي تلاقي الطعم مش واحد. فاهمين قصدي ايه؟ هبتدي اتبلها كويس جدا واضمن ان كله كده في التتبيله، وبعد كده هغلف وادخل التلاجة لمدة زي ما قلنا 5 ساعات 6 ساعات، قبلها بليلة براحتك. تعالوا هنا بقى، ضفت كوباية ونص من الدقيق على كوباية الا ربع من النشا، وبتبتدي برضو تضيفي كل البهارات اللي انتي حطيتيها في التتبيلة، جنزبيل، بابريكا، كركم، كمون، فلفل اسود، زي ما قلنا السبع بهارات او بهارات فراخ، بس ما بتضيفيش توم باودر وبصل باودر ولا طبعا مرقة ماجي، وسنة من الملح او ربع معلقة من الملح. وهتقلبيهم كويس جدا جدا، وبعد كده تبتدي تغلفي. جايبة صواني بقى حطي فيها كده القطع الفراخ بالشكل ده، بتخرجي طبعا كده بالشوكة وتضغطي كويس جدا جدا على قطع الستريبس من كل مكان. طبعا الفيديو ما شاء الله موضح ليكوا الخطوات. وبتحطيها الاول كده عندك في صينية او طبق جنبك. ليه؟ لان احنا هنغلفها مرتين عشان اضمن ان الستريبس عندي يبقى مقرمش وجميل جدا، زي اللي بجيبه من بره، واحسن طبعا عشان حاجة نظيفة وحاجة انا ضمناها. هضغط كده ونجيب قطعة قطعة كده بالشوكة، ونخلص بقى كل الكمية بالشكل ده. طبعا في الوقت ده لو انت حابة بعد التغليفة التانية ان انت تحمري في الزيت، عادي حمري واشتغلي بقى، وتبقى بألف هنا وشفا. بصوا بعد ما جبت هنا العلبة، بعد ما غلفت اول تغليفة، بصوا الفراخ عندي شربت الدقيق ازاي وشربت التتبيلة. خلاص انا هاجي بقى اعمل الكفر التاني، هردها تاني في الدقيق، وهضغط برضو عليها واغلفها كويس جدا جدا بالخلطة بتاعتنا الخطيرة دي. وعندي علبة وده كيس تلاجة فتحته، وهرص كده صوابع الفراخ بتاعتي او التشيكن بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. طبعا لما اجي احمر القطع الستريبس لازم تخرجيها من الفريزر على الزيت مباشرة، ما تستنهاش تفك معاكي ولا اي حاجة. خلصت الكمية ما شاء الله، تقدري بقى تحطيهم على 4 علب، 3 على علبة واحدة حسب ما عندك العلب وكمان المكان. عندي العلبة دي لها غطا ودي ملهاش، بوريكم طبعا كذا فكرة. اللي ملهاش ممكن احطها في كيس تلاجة واقفل عليها، وممكن بالاستريتش راب ده اهو قفلتها وبقت زي الفل. تعالوا بقى لتتبيلة البانيه. طبعا انا دخلتهم بقى الفريزر، دي خلطة تحفة كده للبانيه للستريبس، بتبقى خطيرة جدا. دي باردة ودي حار. تقدري طبعا لو ما عندكيش او طبعا تجيبي فيجيتار سايب من عند العطار، او اللي هو البواكي وتضيفيها عليهم، وكمان بقسماط مطحون، وكمان عليه دقيق، وهيبقى معاكي احلى غلاف في الدنيا. هنقلبهم كويس جدا جدا كده، وطبعا هقسم نص الكمية عشان عندي
التتبيلة دي ما تبصي طبعا وانا بغلف لازم تقسميها كده وتبتدي تغلفي، ولو احتاجتي تضيفي تاني عادي خالص. عندي الاطباق الفل دي بوريكم كذا طبعا فكرة، وانتي المتاح قدامك طبعا بتغلفي بيه او بتحطي فيه البانيه بتاعك او الستريبس. فردتي فيه برضو كيس تلاجة، ما تحطيش طبعا البانيه مباشرة على الاطباق الفل دي، لان طبعا بتبقى مش صحية. واغلف كويس جدا كده البانيه بتاعنا وتضغطي عليه ويبقى معايا زي العسل كده. ضفت كمان بقية التتبيلة بتاعتي اهو، وتجيبي كده بالشوكة وتضغطي كويس جدا جدا. وفي الوقت ده زي ما قلت لكم انا دخلت التشيكن الستريبس في الفريزر، ما تسيبوهوش جنبك لما تخلصي. وكانت عندي كمية البانيه ما شاء الله اللهم بارك. كمان خلصتها هغلفها برضو بالستريتش راب، ولما عنديش ستريتش راب تقدري في كيس تلاجة عادي خالص، هيبقى معاكي زي الفل. وبقى معايا ما شاء الله الحاجة جاهزة وعلى التحمير على طول. عايزة تغلفيها تمام، عايزة تحمري وتعملي أحلى شوية مكرونة جنب البانيه خطير جدا، تعملي شوية رز ريزو جنب التشيكن ستريبس وادعيلي.